بينما لا يزال رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل يعكف على إجراء تغييرات في تشكيلته الحكومية، أصدر مجلس الوزراء بيانا أكد فيه ما قاله محمد البرادعي رئيس حزب الدستور من أن تعافي الاقتصاد يظل مرهونا بتحقيق المصالحة الوطنية. وشدد البيان الحكومي على أن الوضع الاقتصادي كان وما زال ضحية للصراعات السياسية، مشيرا إلى أن البلاد باتت في أشد الحاجة حاليا إلى الاستقرار السياسي، على أن يتم العمل على تحقيقه مع إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد. ربما يكون المشكلة ما بين قنديل مثلا حزب الحرية والعدالة اللي هو المفترض كان حزب الرئيس. هناك بعض الملاحظات على أداء الحكومة، البعض كان يرى أن هشام قنديل ينتمي إلى الحزب، لكن بهذه التصريحات وبهذه المواقف واضح أن هناك تباين في الأمر. هشام قنديل ذاته فسر اتهامات الحرية والعدالة له بأنه ربما الحرية والعدالة يريد أن يحصل على مكاسب سياسية جراء هذا الانتقاد. إذن لا تتوقف الأزمات هنا، ما يزيد الضغط على حكومة هشام قنديل الذي أكد على استبعاد رجال الأعمال من التشكيلة الجديدة، مشيرا إلى أن الاختيارات يتم تحديدها بمدى الكفاءة لدى المرشح للمنصب الوزاري. لكن تبقى الملفات الاقتصادية وأهمها انخفاض الجنيه أمام الدولار، وهو ما ينتظر حلول للحيلولة دون تفاقم الوضع المعيشي ل40% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر. هناك حالة من التردد في اتخاذ القرار على مستوى الإدارات الحكومية وعلى مستوى الوزارات، إن الوزراء حاليا لا يريدون اتخاذ قرارات حاسمة، لأنه ليست هناك رؤية واضحة أو سياسة واضحة للحكومة الحالية في التصدي للمشاكل الجسيمة التي تواجه مصر في مرحلة التحول الديمقراطي الحالية. ويزداد الخناق على حكومة قنديل مع ضبط خلية إخوانية في الإمارات التي لطالما قدمت الدعم للبلاد إبان حكم حسني مبارك، لكن اليوم يبدو التوتر هو العنوان الأبرز للعلاقات بين أبو ظبي والقاهرة، التي شهدت مجددا رفض جبهة الإنقاذ الوطني للحوار مع رئاسة الجمهورية، ما سيؤدي إلى زيادة الاحتقان السياسي في أرض الكنانة، ومن ثم سيزداد الوضع الاقتصادي سوءا عما هو عليه. ويرى مراقبون أن المعضلة الرئيسة تكمن في غياب رؤية متكاملة تتعاطى مع الملفات الساخنة ومنها ارتفاع الأسعار، فالمواطن لا يعنيه من قريب أو بعيد تغيير الحكومة بقدر ما يعنيه تواجدها داخل الأسواق. أمل الحناوي، روسيا اليوم، القاهرة.